الراجل ده قرر يحول كونتينر شحن الكوخ فيه كل حاجة، سلالم وسطح وتندة ونظام بيجمع مية المطر، كل ده وهو لوحده. الكونتينر ده بيبنيه في أرض صغيرة قريبة من بيته، بس مش هو ده مكانه النهائي. أول حاجة عملها إنه وزن الكونتينر على الأرض كويس، وبعدين بدأ باللحام. جاب علب حديد ولحمهم في الكونتينر كويس، وبعدين لحم زوايا حديد في العلب، وده عشان يتثبت عليها السلالم. بعد ما خلص الهيكل ركب درجات مؤقتة عشان يعرف يشتغل على السطح، لأن السلم النهائي لسه هيتركب بعد الدهانات. والسلالم كانت متينة جدا لأن عرضها مش كبير، حوالي 60 سنتي بس. بدأ يخلص كل اللحامات الأول، وهو عمل كده لأن اللحام بيسخن المعدن جدا والحرارة بتوصل لجوه الكونتينر، فلو كان في أي حاجة قبل الاشتعال جوه هتولع، ودي علامات الحرق اللي حصلت جوه الكونتينر بسبب اللحام اللي عمله. لحم مثلثات كبيرة بزاوية حادة وركب لها مفصلات عشان يقدر يفتحها بعد ما ينقل الكونتينر، وساعتها هيكمل بناء التندة فوقها. وقبل أي حاجة غطى السطح بمادة عازلة تحمي من المطر. عمل على السطح نظام بيجمع مية المطر بصفائح صاج قديمة، وركبها بميل خفيف عشان تنزل المية لورا. بعد ما خلص بدأ يبني السطح. عمل السطح على مستويين، واحد على نفس مستوى الكونتينر عشان تبقى طلعة السلم سهلة، والتاني مرفوع عنه شوية. دخل بعد كده على الشبابيك والابواب، لحم الفريمات على بره الاول عشان يشوف شكلهم قبل ما يفتح الفتحات. وهو بيحب يشتغل بخامات مستعملة، استعمل شباك وباب لقاهم عنده وجاب شباك جديد، حتى الازاز فكه من شباك قديم، ولحم جوه الفريم سيخ حديد عشان يثبت عليه الازاز. بعد كده بدأ يفتح اماكن الباب والشبابيك باستخدام اركت وصاروخ، واحتاج سكاكين واسطوانات كتيرة جدا وهو بيقطع، لانهم كانوا بيبوظوا بسرعة جدا بسبب الحديد. لحم فريمات الباب والشبابيك الاول في مكانهم. بعد ما خلص شغل الباب والشباك والسلم قرر يركب تندة صغيرة للفتحات اللي ورا. جاب قطعة حديد فلات بار كانت تقيلة ومش سهلة في التركيب، خصوصا انه لوحده، ورفعها وسندها على سلم تاني غير اللي واقف عليه، وثبت طرفها على الكونتينر. بعدها رفعها بكوريك ولوح خشب لحد ما خلص اثبتها في الكونتينر. بعد ما خلص اللحام دخل على مرحلة التقفيل الداخلي، بدأ يبني الهيكل الخشبي من جوه. عمل خشب على جنبه عشان ياخد اقل مساحة ممكنة. المشكلة ان كده مش عارف يعدي سلوك كهرباء او مواسير من وراه، بس هو كان بيدور على اوسع مساحة، واستغل شوية خشب تقيل كانوا فاضلين من مشروع قديم عنده، وحاول يرفعها كذا مرة وكانت بتقع لكنها ظبطت في الاخر. لحم قطع حديد في جدران الكونتينر عشان يثبت فيهم الخشب، وبكده خلص المرحلتين، اللحام والتقفيل الخشبي. ودخل في الخطوة الرابعة اللي هي تركيب الباب. وهو كان عامل للكونتينر بابين، واحد حديد وده من بره والتاني خشب. استخدم باب حديد لقاه عنده كان شكله جميل جدا، وركب فريم خشب جوه الفريم الحديد. ولان مفيش مساحة كافية عشان البابين يكون ليهم مقابض، قطع جزء من الباب الحديد عشان مقبض الباب الرئيسي يعدي اللي هو الباب الخشب، وكان شكله حلو جدا لما خلص واتدهن. وبعد ما ركب الباب دخل على الخطوة الخامسة اللي هي العزل. كلم شركة متخصصة جت عملت له عزل بالفوم. طب ايه هو عزل الفوم ده اصلا؟ عزل الفوم هو عبارة عن مادة سائلة بتترش على الجدران والاسقف، والفوم ده بيتفاعل مع الهواء بمجرد ما بيترش، وبيتنفخ وبيشكل طبقة عازلة بتغطي السطح اللي اترشت عليه كله من غير ما تسيب اي فواصل او فراغات. ومميزات العزل دوت ان هو بيوفر عزل حراري ممتاز جدا سواء في الصيف او الشتاء. يعني في الصيف الفوم بيمنع دخول الحرارة، وفي الشتاء بيحافظ على الحرارة جوه البيت. تاني حاجة الفوم بيشكل طبقة عازلة للمية، وبالتالي بيحمي المبنى من تسرب المية اللي ممكن يسبب ضرر للمبنى على المدى البعيد زي الرطوبة مثلا. والميزة الكبيرة بقى في الفوم هي انه بيغطي كل التفاصيل السطح، حتى الاماكن الصعبة زي الزوايا، يعني مفيش حاجة هتعدي منه. وفي حاجة لازم ناخد بالنا منها كويس، العزل بالفوم بيحتاج لشخص متخصص مع معدات احترافية عشان نضمن الجودة والنتيجة الكويسة. لازم نتأكد كمان ان السطح نظيف وناشف قبل الرش، لان ده بيأثر على قوة العزل بعدين. بعد كده بدأ يحضر للدهان الخارجي. بدأ يشيل الاستيكرات اللي على الكونتينر بالحرارة ومقشطة، صنفرهم في الاخر عشان يخفي اي اثر. استعمل حرف من الاستيكرات دي وكمل عليه وعمل اللوجو بتاعه، واختار لون دهان اسمه سويت جراس وهو درجة من درجات الاخضر عشان يندمج مع الطبيعة حواليه. وركب بعدها الشبابيك الجديدة، وركب لوحين الازاز في الفريم اللي كان عامله. والارضية بقى عملها من خشب كان عنده وعرضه حوالي 6 سنتي وعامل شبه الباركيه، واستعمل الدباسة في تثبيته بالارض الخشبية، وشكله في الاخر كان جميل جدا. واستخدم خشب كونتر عشان يعمل بيه الجدران الداخلية. ثبت الالواح جنب بعض بمسامير رفيعة جدا عشان ما تبانش بعد التركيب. في السقف استعمل نفس الطريقة بس استعمل مسامير بورما بدل العادية عشان ما تقعش وهو بيركبها. وجاب الرولة وبدأ في الدهان، وبعدها كمل رش بالكمبريسور عشان يدي لمسة ناعمة على اي اماكن ما اتغطتش كويس. ونيجي دلوقتي لمرحلة الفينش. في المرحلة دي بقى كان لازم يقرر هيحط السرير فين، وده مش بس عشان الراحة لكن كمان عشان يظبط باقي التفاصيل حواليه. قرر يحط السرير في اخر الكونتينر في مكان ما فيهوش شبابيك من الجوانب عشان يبقى هادي وفيه خصوصية اكتر. ركب شباكين صغيرين في ظهر الكونتينر، واحد منهم عشان يقدر يصطاد منه، والتاني اللي قريب من السرير هيحط فيه تكييف صغير. اما بالنسبة للحمام عمل حمام بدائي كده ودهنه بلون ذهبي، وفكرته كانت بسيطة جدا. عمل فتحة في الارضية بحيث انها تكون الصرف بتاعه وثبته فيها، والكهرباء ممكن يشغلها بجنريتور او من مكان فيه كهرباء جاهزة. وتوصيلات الكهرباء نفسها
كانت بسيطه، مفتاح نور جنب الباب وفيشه جنب السرير ولمبه فوقه. وفي المرحله دي بقى قرر يوقف شغل وينقل الكونتينر للمكان اللي في دماغه عشان يكمل التفاصيل الاخيره هناك. ودلوقتي مرحله النقل، واخيرا هينقل الكونتينر للمكان بتاعه. جاب عربيه نص نقل متوصل فيها ونش بالجر وراها، ورفعوا الكونتينر على الونش وبدات رحله النقل. في الاول الطريق كان اسفلت وكويس، لكن اول ما جم يدخلوا الغابه بدات الصعوبه الحقيقيه. الطريق كان صعب جدا على العربيه، خصوصا انها محمله الكونتينر وراها. وبعد شويه قابلهم حفره كبيره في الطريق، وبعد محاوله العربيه عرفت تعدي منه، لكن الونش معرفش. فجابوا فروع شجر كتير ومالوا الحفره بيهم لحد ما الونش قدر انه يعدي من فوقها. واخيرا وصل للمكان اللي هينزل الكونتينر فيه. وهو بينزله من على الونش السلم انتنى شويه، لكنه هيعمله بعدين. بعدها جاب عربيته وربط الكونتينر فيها بسلاسل وشدها عشان يبعدها عن الشجر شويه ويكون مكانها كويس. رفع الكونتينر بكوريك وحط تحته قالب طوب عشان الكونتينر يكون موزون، وفتح المثلثات بتاعه التندة ولحم فيها قايم حديد، وثبت الواح الصاج فيها بمسامير، وعمل سور صغير فوق السطح. وبعدها عمل قاعده لخزان الميه من اخشاب قديمه، وبعد ما خلص حط الخزان عليها، والخزان ده هيتجمع فيه ميه المطر بعدين. جاب شويه الواح خشب وبدا يعمل مكان للقعده قدام الكونتينر، ثبت القواعد بتاعته كويس في الارض، وبعدين ركب فيها الارضيه ودهنها بعد ما خلص. ودي كانت قاعده شوايه كان بناها قبل كده، وبعدين فكها ورجع يبنيها من تاني. والجزء اللي فوق ده كان اتكسر منه، لكن كان الموضوع سهل انه يركبها تاني. وبعدين دخل يظبط حاجات في الكونتينر، ثبت في الحيطه علقات كان عاملها بنفسه عشان يعلق عليها الحاجه بتاعته، وركب رف على الحيطه وحط عليه مجموعته من جماجم الحيوانات. جاب كرسي ودخله جوه الكونتينر وعلق طابلوهات على الجدران، وبكده يكون خلص كل حاجه. وده شكل الكونتينر بعد ما خلص كل حاجه فيه. ومن رايك هل المشروع ده يستاهل الوقت والمجهود اللي بذلوا فيه؟ ولو وصلت لحد هنا فشكرا جدا ليك. سلام.